أهلا بيكم وفيديو جديد في كورس الإنجليش التأسيسي للمبتدئين. الفيديو ده عبارة عن مراجعة سريعة على الدروس اللي شرحناها في الفيديوهات اللي فاتت. احنا درسنا وعرفنا كويس قوي subjective pronouns verb to be، وعرفنا كمان ازاي نستخدمهم بشكل عام سواء في حالة النفي وشكلهم في السؤال. يلا نبدأ المراجعة. يلا بينا نشوف الأمثلة اللي هنعمل عليها ريفيو ونيجي نقراها مع بعض. I am a teacher. I'm a teacher. I'm not a teacher. Am I a teacher? تعالوا بينا بقى نشوف أول جملة مع بعض. I am a teacher. I am a teacher. احنا هنا لما جينا ابتدينا بإيه؟ I ده كان إيه؟ subjective pronoun. تمام. وبعد subjective pronouns بنحط إيه؟ am. هو am ده إيه؟ verb to be. فلما أجي أقول أنا مدرس هقول I am a teacher. طب لو أنا حابب أقول إن هو مدرس هقول I am a teacher ولا هاجي أقول he is a teacher. السبجكتيف pronouns فيهم I, he, she, it, we, you و they. I ده اللي هو أنا، he هو، she هي، it بتبقى للحاجة الغير العاقل سواء بقى كانت places سواء كانت objects. we لما باجي اتكلم علينا كلنا كجروب مع بعض وببقى انا معاكم. you يا اما بقول عليك انت او عليكي انتي او عليكم كلكم. they انا بتكلم عليكم كلكم بس انا مش معاكم اقول هم. تبقى I بتيجي معاها verb am. I am. طيب he وشي وit تيجي is. يبقى لما اقول على حد هو مدرس he is a teacher. طب لما اجي اقول هي مدرسة she is a teacher. we, you و they بيجي معاهم are. اما اقول هنا we are teachers. we are teachers. انا حاطين الاس بتاعت teacher بقت teachers عشان احنا كلنا plural جمع. طيب you اقول you are teacher. انت مدرس. طب they are teachers. لما جينا هنا في الجملة التانية ايه ده فين حرف الايه؟ احنا حاطينها مكانه apostrophe. ما قلناش هنا I am قلنا ده كده اسمه contraction. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. طب احنا ايه اللي يخلينا نعمل contraction هنا؟ علشان يبقى عندي سرعة في الكلام. لما أحب أسرع في الكلام شوية بعمل الكونتراكشن ده بتخليك أسرع شوية في الكلام. فبقول I'm a teacher. I'm a teacher. أنا دلوقتي teacher فهاجي أقول إيه؟ I'm a teacher. I'm a teacher. طيب لو أنت بتتفرج عليا دلوقتي هتقول إيه؟ هتقول أنت برضو I'm a teacher ولا أنت student؟ أنت طالب فهتقول لي إيه؟ I'm not a teacher. I'm not a teacher. I'm a student. I'm a student. احنا هنا حطينا not فين؟ حطينا not بعد verb to be. تبقى I'm not. I'm not. Subjective pronoun verb to be بعد كده حطينا not. I'm not a teacher. I'm not a teacher. مش عايزاك تتخض خالص لما تسمع في الأفلام I'm not a teacher. ممكن ما تسمعش حرف التي. دي علشان بس الأمريكانز بينطقوها بأكسنت أو بطريقة معينة. فأنا باجي بقولها I'm not a teacher. ممكن تسمعها في الأفلام I'm not a teacher. I'm not a teacher. وزي ما اتعلمنا الفيديوهات اللي فاتت إزاي نعمل أسئلة باستخدام subjective pronoun و verb to be. يعني مثلا لو أنا عايزة أسألك هل أنا مدرسة؟ هقولها إزاي؟ Am I a teacher? Am I a teacher؟ معناها هل أنا مدرسة؟ لو لاحظت هتاخد بالك إن أنا استخدمت هنا verb to be بعد كده subjective pronoun. احنا في كل السنتنسز اللي احنا عاملينها هنا استخدمنا subjective pronoun بعد كده verb to be. لكن هنا في السؤال بنعمل زي مقص. بحط verb to be الأول وبعد كده subjective pronoun. فبقول am I a teacher? Am I a teacher؟ وبرضه أنا مقلتهاش am I a teacher. لا احنا عملنا linking زي ربطنا كده ما بين verb to be و subjective pronoun. فقلناها am I. Am I a teacher? Am I a teacher؟ هل أنا مدرسة؟ وفي نفس التوقيت برضو ما بننطقهاش زي السنتنسز. ما بقولهاش بنفس طبقة الصوت. يعني ما بقولش إيه
am I a teacher؟ أنا هنا قلتها بنفس صيغة الجملة، لكن لما أنا باجي عايز أسأل سؤال بعلي صوتي شوية. am I a teacher؟ am I a teacher؟ طيب لو أنا عايز أسأل حد تاني أقول إيه ده؟ هو teacher؟ هل هو teacher؟ بقولها إزاي؟ is he a teacher؟ is he a teacher؟ is he a teacher؟ وبرضه مش عايزاكم تتخضوا لما تيجوا تسمعوها is he a teacher؟ هتحسوا ان انتوا بتسمعوش هي. is he a teacher؟ دي علشان الامريكان ليهم اكسنت معينه فبيقولوها بطريقتهم في الافلام، لكن هي is he a teacher؟ is he a teacher؟ is he a teacher؟ معناها هل هو مدرس؟ لما اجي اسالك هل انت طالب are you student؟ are you student؟ ويلا بينا نشوف امثله تانية نراجع بيها على كل اللي احنا قلناه. he is a king. he is a king. احنا هنا ابتدينا الاول ب subjective pronoun he وبعد كده verb to be is وبعد كده a king. he is a king. هو ملك. تيجوا نعمل الكونتراكشن he's a king. he's a king. طب ما تيجوا ننفيها he's not a king. he's not a king. تعالوا بقى كده نسأل is he a king؟ is he a king؟ احنا هنا ابتدينا الأول بالverb to be is he a king؟ تيجوا نعمل لينك is he a king؟ is he a king؟ دلوقتي عايزين نقول هي ملكة. she is a queen. she is a queen. تيجوا نعمل الكونتراكشن نسرع في كلامنا شوية she's a queen. she's a queen. طيب لو أنا عايز أقول إنها مش ملكة she's not a queen. she's not a queen. طب لو أنا عايز أسأل هل هي ملكة؟ is she a queen؟ is she a queen؟ تيجوا نعمل لينكينج is she a queen؟ is she a queen؟ أنا عايزاكم دلوقتي كل ما أقول جملة تقولوها ورايا علشان نتدرب على البرونسيشن. it is a monkey. it is a monkey. it's a monkey. it's a monkey. it's not a monkey. it's not a monkey. is it a monkey? is it a monkey? you are a cook. you are a cook. you're a cook. you're a cook. you're not a cook. you're not a cook. are you a cook? are you a cook? we are friends. we are friends. we're friends. we're friends. we're not friends. we're not friends. are we friends? are we friends? they are doctors. they are doctors. they're doctors. they're doctors. they're not doctors. they're not doctors. are they doctors? are they doctors? ودي كانت مراجعتنا للسبجكتيف بروناونز وverb to be وازاي نستخدمهم في حالة النفي والسؤال. اتمنى تكونوا فهمتوها كويس وكررتوا الجمل ورايا كمان عشان الممارسة والنطق هي اللي هتطور وتحسن اللغة بتاعتك. نتقابل المرة الجاية ان شاء الله وفيديو جديد من كورس الانجليش التأسيسي للمبتدئين. باي باي. كونسبت اتعلم انجليزي صح.